السيارة. سوقي السيارة والله ما أسوقها لو تخرب الدنيا بهالثلج. ما يستجيزون. مرحبا أصدقائنا، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. شوفوا التلج، أكيد هذا التلج إجا على أوروبا أول شي وخلص عنا وراح لسوريا ولتركيا وهاي المناطق التانية. بس قد ما كان كتير تلج والبيت صاير طلعة، فكانت السيارات كلها تزحط وسيارتنا من بيناتهم. فكوكو جاب هاي الزناجير اللي تتعلق على الدواليب في أيام التلج مشان لا تزحط. بس هلا شوفوا شو راح يصير، انه نحن حطينا بس زنجير لدولاب واحد، فالسيارة ما كانت عم تمشي لانه بس دولاب واحد. هلا هون شدينا اول زنجير على اول دولاب، وكريكور عم يحاول يجلس السيارة مشان يروح يربط الدولاب الثاني، بس كانت السيارة عم بتزحط، يعني عم يمشي شوي شوي يتزحط يوقف. هلا هون راح افتح الصوت الحقيقي، اسمعوا شلون الدولاب عم بيزحط. تهيلي الأحمر شدي هنا. اوكي، هاي زناجير تنحط على الدواليب مشان التلج. تجي رايحة اشرب قهوة. يلا تشيز. راح اشرب قهوة وراح يسوي دواليب. طبعا هذا تاني فنجان. بدي اشرب قهوتي وادرس امتحانات على البواب. طبعا انا لانه لسه ما في مكان محدد للدراسة، ما زبطت لسه مكان، فمشان هيك رح تلاقوا كل شي مخربط ومكركب، بس عادي عادي عوادي. هدول كلهم لازم ينحفظوا. طبعا درست منهم شوي، في منهم لسه دفتري وقهوتي. خلينا نشرب نشوف القهوة طيبة ولا لا. كتير طيبة. تفضلوا 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 يا حلوين. يلا حان وقت الدراسة، نشغل الكمبيوتر وندرس. يلا يلي عنده دراسة امتحان شي خليه يقوم يدرس. تمام، هلا بس يخلص كريكور السيارة راح نشوف شلون الدواليب صارت. قهوة، شوفوا يدي بوظت القهوة، صارت زخنبوت. رحت لعند كوكو ساعدته بالسيارة، القهوة صايرة ايس ايس، صايرة باردة. ساعدت كوكو لانه ما بعرف شو صار. بعدين بلكي. عم يفتحون الطرقات.
معرفتك يعرف زناجير، زناجير وزحط. امشي امشي خلي تفلح الثلج كوكو. واو واو، معرفتك ابو اليارس، معرفتك. لا 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 يسوس. اليارس زحط. طلعت الشموسة الفسفوسة. شوفوا لي هون، شوفوا لي هاي التلوجة، هاي التلوجة الصغطوطة الفطوطة. شوفوا طارت. ليش مو واضحة؟ ايه هلا صارت واضحة. شايفين هاي التلوجة؟ هاي بتتلج التلوجة. شوف شمس وما عم بتدوب. طبعا شمس بس ناقص 11 درجة الحرارة، على اساس طالعة شمسنا اليوم. يا جماعة كل شي بمعنى الكلمة كان صاير جليد. يعني أنا عم حاول أصور لكم كتير شغلات اللي اجت قدامي، حتى مسكة الباب كانت مجمدة. أنا فكرت حالي مصورتها بس نسيت. هيك المي ينزل ويتجمد. هلا لأنه شوي شمس عم ينقط، بس هلا بس تروح الشمس يصير شوي المسا، هاي النقط كلها تصير تلج، يعني بالهواء تصير تلج. شقد مو برد. طبعا هلا راح تشوفوا بالفيديو. هلا بس نخلص السيارة وهيك نحاول نطلع شوي نتفتل كمان قبل نتفرج على الثلج. وطالما يعني ربطنا الزناجير على الدواليب، كان لازم ننزل نشتري شوية أغراض للبيت، لأنه واحد ما كان يعرف كم يوم الثلج يضل الطرقات تتسكر، فلازم كنا نشتري شوي مونة للبيت. فنزلنا وصورت لكم حتى إشارة المرور، كل شي صاير ثلج، مراية السيارة كل شي. طبعا هون شوي حبوا ينزلوا يلعبوا بالثلج كمان الأولاد. قلت يلا خطية خلي يلعبون. صورتهم شوي. والثلج هذا نوعه قد مو يعني الجو كتير برد، حتى الثلج ما كان عم يتماسك. شوفوا شلون فارط الثلج مثل الملح كان، لأنه مش قد مو برد الحبة ما كان تمسك بعضها. أول مرة أشوف يعني هيك برد وهيك ثلج بصراحة. شوفوا حاولت بس أوضح لكم. شوفوا قد حاولنا نعمل رجل الثلج ما صار. الثلج ما كان يتماسك، مش قد مو كان بارد. الحبيبات الثلج كل وحدة مجمدة لحالها، يعني ما تتصوروا قد كان صاير جليد. جبنا طنجرة، جبنا أكياس، كبيت مي على الثلج، حاولت انه بس يتماسك وما كان يتماسك. بعدين تركتهم هيك هن يلعبوا بالثلج. هون طلعنا وشوي يعني حاولت اصور الطريق. شوفوا الثلج هلا شلون عم يطير. انا وكوكو هنا اقول له افتح المساحه، يقول لا بدي اسوق سريع لحال الثلج رح يطير. بالفعل طار. بعدين كل شيء ابيض، كل شيء حلو. حاولت اصور كل اللقطات الحلوه حتى افرجيكم. وهيك الابيض، لون الابيض والثلج يفتح القلب. ان شاء الله هيك تكون قلوبكم كلها حلوه وبيضة. وهيك كان فيديو اليوم، اتمنى يكون عجبكم. حاولت يعني انزل شغلات الحلوه وافرجيكم اجواء الثلج عنا شلون. فاذا انتم ملاحظين انا ما عاد اقولكم بالفيديوهات اشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس وحطوا لي لايك واعملوا لي تعليق وما بعرف شو. حذروا ليش ما عم بحكي هيك، لاني بحبكم، تاركتكم على راحتكم. اللي بيحب يحط لايك، اللي ما بيحب ما بيحط. كل انسان حر. انا عندي حرية هون. حرية وديمقراطية. شوفوا القطار كمان شقد حلو. كنا واقفين على الإشارة وبالصدفة طلع القطار يعني واصل المحطة. ايه والله بس هيك كان الفيديو، وحبينا نطلع عليكم لأنه اشتقنا لكم. واكيد انتو كمان مشتاقين لنا، انا بعرف، بس انتو خجلانين تكتبوا لنا هذا الشي، مو مشكلة. يلا مسامحتكم. طيب يلا بنحبكم كتير. ان شاء الله بنشوفكم فيديوهات يعني قادمة، ما بعرف امتى راح يكون، بس اكيد راح احاول كل فترة وفترة انزل فيديو.
يلا بحبكن كتير وتضلوا بخير. باي باي.